صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خليلي هل من وقفة لكما معي على جدث أسقيه صيب أدمعي، ليروى الثرى منه بفيض مدامعي، فإن الحي الوكاف لم يك مقنعي، لأن الحيا يهمي ويقلع تارة، وإني لعظم الخطب ما وإني لعظم الخطب ما جف مدمعي. خليلي هبا فالرقاد محرم على كل ذي قلب من الوجد موجعي. هلما معي نعطر هناك قلوبنا، إذا الوجد أبقاها ولم تتقاطعي. هلما نقم بالغاضرية مأتما لخير كريم بالسيوف موزعي. في ذكرى 40 الإمام الحسين سلام الله عليه أريد أن أبحث موضوعا هاما، وهو الإمام الحسين سلام الله عليه في كتب العامة وفي كتب الخاصة. العامة يعني سائر المسلمين، والخاصة أي الشيعة. حين نقرأ الحسين في كتب العامة نجد كثرة من الروايات الصحيحة عندهم في عشرات المصادر. مثلا من جملة الروايات الصحيحة عند المسلمين قول النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحبه حسينا. لسائل أن يسأل: ما هو معنى وأنا من حسين؟ فهمنا حسين مني، فهمنا معناه. أنا من حسين شنو؟ هل يقول النبي الكلام اعتباطا وجزافة؟ حاشاه عن الاعتباط. شنو معنى وأنا من حسين؟ هناك وجهان لا غيرهما، ومن المحتمل اجتماع الوجهين. الوجه الأول أي أن الأئمة المعصومين الذين يحفظون الإسلام هم من ذرية الحسين. هذا معنى وأنا من حسين، أي أن بقاء الإسلام ببركة الأئمة الذين هم من ذرية الحسين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أي أن بقاء الإسلام ببركة نهضة الحسين.
ولذلك اكو كلمة معروفة عند العلماء: الاسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء. كل شيء يحتاج علة محدثة وعلة مبقية. الاسلام علته المحدثة هو النبي صلى الله عليه وآله، وعلته المبقية هو الحسين. بعد هذا اذا فهمنا ان بقاء الاسلام منوط بنهضة الحسين، لا عبرة بما يقوله بعض المتحذلقين ان الحسين خرج على امام زمانه وقتل بسيف جده. هذا كلام فارغ، لان كلام النبي وانا من حسين يعطي شرعية للحسين. بعدين دول اللي يقولون يزيد امام الزمان، هل من سائل يسألهم يزيد كيف اصبح امام الزمان؟ هل بالنص الشرعي؟ الشيعة يقولون بالنص الشرعي، نص ما اكو على امامة يزيد. هل بالانتخاب الذي يقوله المسلمون السنة؟ انتخابهم ماكو، وانما معاوية ولا يزيد زورا وعدوانا، ظلما وعدوانا، هرقلية. كلما مات هرقل قام هرقل مكانه. فإذا شنو معنى قام ثار امام امام زمانه قتل بسيف جده ويزيد امام زمانه؟ من اين انت تثبت العرش ثم انقش؟ من اين اصبح يزيد امام الزمان؟ على اي حال، احنا ما نريد نفتح الملفات. اذا نريد نفتح الملفات ونخلي اصابعنا على الاشخاص الذين نصبوا معاوية، ولوا معاوية، ومعاوية ولا يزيد، والاسباب اجتمعت في قتل الحسين عليه السلام. نحن لا نريد ان نتحدث بهذا، لكن الحوراء زينب قالتها بصراحة في مجلس يزيد: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. النص الثاني من كتب العامة الذي يقيم الامام الحسين عليه السلام: عن ابن عباس اوحى الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد اني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000، واني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000. شنو معنى النص هذا؟ احنا اهل البيت يقولون نصيروا اهل دراية مو اهل رواية. اهل دراية يعني ابحث في النص شنو معناه، اتأمل بيه، تعمق بيه. عندي قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وقاتل بابن بنتك 70,000 و70,000. اما معناه بان نوايا الامام الحسين اعلى واغلى واسمى من نوايا يحيى بن زكريا، واما بان الامام الحسين شخصيته افضل من شخصية يحيى بن زكريا، واما بان المجتمع البشري كان يحتاج لنهضة الحسين اكثر من احتياج المجتمع البشري لموقف يحيى بن زكريا، واما ان نتائج وثمرات ثورة الحسين هي اكبر واوسع من نتائج وثمرات موقف يحيى بن زكريا. النص الثالث من كتب العامة: عن عبد الله بن نجي كما في مسند الامام احمد بن حنبل يقول: جئت مع علي بن ابي طالب امير المؤمنين في صفين، نزلنا ارض كربلاء،
فكان أمير المؤمنين يقول: صبرا أبا عبد الله بشط الفرات، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات. قلت له: ماذا يا أمير المؤمنين؟ ليش تكرر هالكلام؟ قال: بلى، دخلت ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعيناه تفيضان دمعا. قلت له: هل أغضبك أحد؟ قال: لا، ولكن جاءني جبرائيل آنفا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الطف، بشاطئ كربلاء، ولذلك بكيت، وأعطاني شيئا من تربته فشممتها. هذا موجود في مسند أحمد بن حنبل، عشرات روايات. إذن أول من بكى على الحسين منه رسول الله صلى الله عليه وآله. النص الرابع عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: رأيت يوم عاشوراء، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أشعث أغبر وبيده قارورة دم. قلت له: يا رسول الله، ما لي أراك بهذا الحال؟ هاي القارورة شبيها؟ قال صلى الله عليه وآله: ما زلت ألتقط دم الحسين في هذا اليوم. هذه من الرؤى الصادقة. هسه يلتقط دم الحسين، وين يودي دم الحسين؟ وين ياخذه؟ الآن الثقافة الشيعية تجيب عن هذا السؤال. الآن أجيب روايات الشيعة. زين، هذه بعض روايات الإخوة السنة في الحسين. بعدين الحسين هو أحد أعمدة آية التطهير، الحسين أحد أفراد آية المباهلة الذين قال فيهم زعيم النصارى: يا معاشر النصارى لا تباهلوا محمدا، إني لأرى مع محمد وجوها لو سأل الله أن يزيل هذا الجبل من مكانه لأزاله بها. وهو أحد الأفراد الذين أوجب الله مودتهم في آية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ننتقل من كتب العامة إلى كتب الشيعة. كتب الشيعة ركزت على الحسين. أولا ركزت على مسألة البكاء. يقول الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. الله أكبر. انتوا لا تستكثرون، هذا كرم الله، يعني كرم الله. إن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. في رواية ثانية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام لمعاوية ابن وهب: كل جزع مكروه إلا الجزع على الحسين. مكروه شنو يعني؟ يعني محرم. مكروه في لغة الشريعة غير لغة الفقهاء. لغة الشريعة مكروه يعني محرم. كل جزع مكروه إلا الجزع على الحسين. هذول اللي ينتقدون أنه تلطمون، الجزع، البكاء، اللطم، الصياح بصوت عالي، البكاء، الصرخة، الضجة، هذا كله جزع مستحب على الحسين عليه السلام. هاي مسألة البكاء. مسألة التربة، كان الإمام الصادق عليه السلام عنده خريطة صفراء من ديباج فيها تربة الحسين، فينشر التراب على سجادته ويسجد عليه الإمام الصادق، ويقول: إن السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع. يعني تدرون السجود هو قمة العبادة، قمة العبادة السجود. الإمام المعصوم في قمة العبادة السجود يسجد على تربة الحسين ليصل إلى منتهى الكرامة. يعني الحجب رسول الله ليلة الإسراء، ليلة المعراج،
كبر 7 تكبيرات، كل تكبيرة قطع بها حاجبا من الحجب. الإنسان لما يسجد على تربة الحسين يخرق الحجب بينه وبين الله، يصل إلى منتهى الكرامة. هذا بالنسبة للتربة. بالنسبة لزيارة الحسين، يقول الإمام الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار: يا إسحاق، إن موضع قبر الحسين روضة من رياض الجنة، وإنه منذ دفن تعرج منه أعمال زواره إلى السماء، وإن الأنبياء في السماوات والملائكة يستأذنون الله في زيارة قبر الحسين، ففوج ينزل وفوج يصعد. الله أكبر. شنو هالعظمة؟ رواية معتبرة صحيحة عن الإمام. احنا نعرف أهل الملكوت، عالم الملكوت لا يميلون إلى عالم الملك، لا يميلون إلى العالم السفلي. هنا عالم الملكوت الأنبياء والملائكة يميلون أن ينزلوا إلى قبر الحسين لينالوا. ماذا ينالون من الحسين؟ ماذا ينالون؟ تدرون ماذا ينالون الأنبياء؟ يقول للإمام الصادق عليه السلام: سيدي، ما لمن زار واحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله. قال: ما لمن زار الحسين؟ قال: من زار الحسين كأنه زار الله في عرشه. الله أكبر. هاي زيارة الحسين، وذاك البكاء على الحسين، وتربة الحسين. شنو هالعظمة؟ أما دم الحسين، الشيخ الصدوق يروي في كتاب من لا يحضره الفقيه زيارة، يقول: هذه من أصح الزيارات عندي، زيارة الحسين. شنو الزيارة؟ يخاطب الإمام الحسين الإمام الصادق، يقول له: أشهد أن دمك سكن الخلد. الله أكبر. الآن عرفت ليش رسول الله يجمع دم الحسين يوم عاشوراء، حتى يأخذ دم الحسين إلى الخلد، إلى جنة الخلد. أشهد أن دمك سكن الخلد، واقشعرت له أضلة العرش، وبكت عليه جميع الخلائق، وبكت عليه السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن، وبكى عليه من يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وبكى عليه ما يرى وما لا يرى. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. زين، اذا عرفنا عظمة الحسين من خلال كتب السنة ومن خلال كتب الشيعة. سؤال يفرض نفسه، لكم حق تسألون انتم كلكم، هذا السؤال يجي بذهنكم: ليش هالتأكيد من الثقافة الإسلامية على ذكر الحسين؟ ليش هالربط بالحسين؟ البكاء على الحسين، زيارة الحسين، السجود على تربة الحسين، دم الحسين. شنو هالأهمية اللي معطيها قادة الشريعة، قادة الإسلام، معطيها للإمام الحسين؟ ليش؟ الجواب: يبدو أن هذا الاهتمام من قادة الشريعة لذكر الحسين لأمرين استفسوا زين. الأمر الأول هو أن الحسين تحمل الألم يوم عاشوراء، وقد اقتضت حكمة الله وعدالة الله أن يعوض عن الألم. يعني الإنسان إذا عنده عمل مهم وتحمل آلام وجهد، الله يعوض عن هذا الجهد. والحسين تحمل، عجبت من صبره ملائكة السماوات. شو تحمل؟ يعني حقيقة قضية نادرة الوقوع، بالإضافة إلى كل المصائب التي جرت.
اكو مصائب جرت لم تجري في مكان. اولا قطع الرؤوس ووضعها على الرماح من بلد الى بلد. ثانيا عطش الاطفال والنساء، منعوا النساء والاطفال من الماء. ثالثا رض الاجساد بحوافر الخيل. رابعا قتل الرضيع. هذه المصائب كلها تقتضي حكمة الله ان يعطي عوضا للحسين. فعلا عوض الحسين، هذا عوض. الامر الثاني الربط بذكر الحسين، بذكر الحسين يبعث الوعي العقائدي في الأمة ويؤجج الحماس الديني. التفتوا، يؤجج الحماس الديني. الإنسان الحسيني ما يتنازل عن عقيدته مهما كلف الثمن. الإنسان الحسيني يضحي بكل غال ورخيص في سبيل عقيدته. الحسين مشعل الهداية، الحسين مركز نور، الحسين عطاء متواصل. الحسين حصن الأمة من الضلال العقائدي ومن الفساد الأخلاقي. كلما ذكرنا الحسين تحصنا نحن، تحصنا من الضلال العقائدي ومن الفساد الأخلاقي. الإنسان الحسيني ما عنده قسوة بني أمية. الإنسان الحسيني عنده رحمة الحسين اللي يعطي ماي للحر لأعدائه الذين خرجوا إلى قتاله. الإنسان الحسيني يحمل رحمة الحسين وإيثار العباس. يا أبا الثورة التي أبصر التاريخ في وهجها طريق النجاح وتسامت بالموت حتى أحالته فتوحا سخية الأرواح. أبا عبد الله قد شرحت القرآن لكن بقرآن دماء من نحرك الوضاح. اشرحت القرآن لكن الشرح بطريقة جديدة، اشرحتها بدم نحرك. قد شرحت القرآن لكن بقرآن دماء من نحرك الوضاح. أخيرا أحب أن أقول كلمة اسمعوها. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال أحب الله من أحب حسينا. أريد أن أقول لهؤلاء الذين يرمون الشيعة بالبدعة، احنا عندنا مظاهر الحب أن نبكي على الحسين. أليس النبي يقول أحب الله من أحب حسينا؟ هاي كتبكم مصادركم. احنا نحب الحسين، نبكي عليه، نلطم عليه صدورنا، نزور الحسين، ندافع عن عقيدة الحسين، نحارب أعداء الحسين يزيد ومعاوية. هاي مظاهر حبنا. إذا انتوا عندكم مظاهر حب أخرى تعالوا علمونا. احنا نريد نعوف فقه أهل البيت ونتبعكم. علمونا شنو البديل، شنو البديل؟ مظاهر حب الحسين شنو؟ هل البديل صيام يوم عاشوراء فرحا بقتل الحسين؟ هل البديل الترضي عن يزيد بن معاوية؟ هل البديل تفجير زوار الحسين؟ هل هذا البديل؟ إن كانت هذه البدائل فعلى عقولكم العفا، فعلى عقولكم العفا. أجل نحن ليلة 40 الحسين اجتمعنا هنا لنحتفل بذكرى الحسين، واليوم العالم كله يصيح يا حسين. قم جدد الحزن في 20 من صفر ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها خذوا تربى كحلا إلى البصر ولا فتى لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن
والحفر رمينا بالنفس من فوق النيام على تلك القبور بصوت هائل ذعر، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة من الخدود، ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وجدا وأبتا، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. فلو تروا أم كلثوم مناشدة والعا وتلثم ترب الطف كالعطر، يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا، بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفن الرأس إلا عند جثتي، فإنها جنة الفردوس والزهر. لا تغسل الدم من أطراف لحيتي، خلوا عليه خضاب الشيب والكبر. لا تدفن الطفل إلا عند والدي، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. يقول عطية العوفي: جئت أنا وجابر ابن عبد الله الأنصاري، جئنا إلى قبر الحسين إلى كربلاء. مضى جابر إلى شط الفرات، اغتسل ثم اعتذر بإزار وارتدى بآخر، وفتح صرة فيها سعد أي طيب فنثرها على بدنه، ثم صار يخطو متأنيا وهو يذكر الله كثيرا، حتى وصل إلى موضع القبر. قال: يا عطية المسني المسني. يقول: ألمست قبر الحسين، صاح صيحة عظيمة، ثم وقع مغمى عليه، أفاق صاح ثلاثا: يا حسين. صوت واحد إز المأتم: يا حسين يا حسين. حبيب لا يجيب حبيب، حبيب لا يجيب حبيب، وأنى لك بالجواب، وقد شحطت أوداجك على أثباتك، وفرق بين رأسك وبدنك، وأشهد أن لك سليل التقوى، وابن سيد المرسلين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء، وابن سيد النقباء، وخامس أصحاب الكساء. وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر سيد المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن النفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه يحيى بن زكريا. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم أدار طرفه
الى اطراف القبر صاح السلام على الارواح التي حلت بفناء الحسين واناخت برحله. اشهد ان لكم اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين حتى اتاكم اليقين. ثم قال والذي نفسي بيده لقد شاركناكم فيما انتم عليه. فقال له عطية كيف ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا وهؤلاء فرق بين رؤوسهم وابدانهم واوتمت اولادهم وارملت نساءهم. قال يا عطية سمعت حبيبي رسول الله يقول من احب عمل قوم اشرك في عمله. اللهم اشهد كلنا نحب عمل الحسين، كلنا نحب عمل الحسين. ثم قال كلنا اللهم انا شاركناهم، اللهم اعلم ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. يقول عطية بين جابر يكلمني واكلمه واذا بسوادة من جهة الشام. التفت جابر الى غلامه قال له روح شوف اي السوادة منين، ان كانت من قبل عبيد الله بن زياد فاخبرنا لعلنا نلجأ الى ملجأ، وان كان هو سيدي ومولاي زين العابدين فانت حر لوجه الله. فمضى الغلام فما كان باسرع من ان رجع وهو يلطم وجهه. قال سيدي جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، انا امامك زين العابدين قد جاء مع عماته واخواته. اقبل جابر حافي القدمين استقبل الامام زين العابدين. انتوا الرجال تستقبلون الامام زين العابدين ويا جابر، والنسوان استقبل زينب، استقبل زينب وام كلثوم على الليله. وقع جابر على يدي الامام يقبلهما. سيدي عظم الله لك الاجر بابيك الحسين. فقال له الامام زين العابدين جابر هذا؟ قلت سيدي بلى انا جابر. يا جابر هنا قتل ابي الحسين، هنا قتل رجالنا، هنا ذبحت اطفالنا، هنا رفعت الرؤوس على الرماح. والله اسمع شوية زين وبعدين امشي. ليلة الاربعين شي يتحدثون الخطباء؟ ليلة الاربعين يتحدثون مناقب الفقيد، فضائل الفقيد. ليلة الاربعين يتحدثون عن مصائب الفقيد، عما جرى على الفقيد الغالي. كأن الامام زين العابدين يقول لك جابر يا جابر قبل 40 يوم ها هنا جلس الشمر على صدر الحسين ومر يحز النحر، ومر يحز النحر، وزينب واقفة. يا خايب يا خايب خلي اخويا حسين ساعد اغمض له ومثل الموت باحت معه شمامة الحلوة وطباعه دخل براح روح حسين تبعه.
السيف ما اثر، ما حمل السيف. قال له ويلك يا شمر، السيف لا يؤثر، هذا موضع شم رسول الله، هذا موضع تقبيل رسول الله، السيف ما يأثر. قلب الحسين على وجهه ووضع السيف ومر يحز اللحم، ومر يحز اللحم، ومر يحز اللحم، ومر يحز اللحم، ومر يحز اللحم. اما الحوراء زينب فقد رمت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر ابي عبد الله الحسين. ما تنهض يا ابو السجاد تنصب خيم لعيالك، عندك هالمسية ضيوف واسمع حنة اطفالك. شوف اشحال كانت يا خويا مدللة بجالك، سبان خلافك العدوان وبينا طافوا البلدان، كل يوم ونطب ديوان وطاغية يا ابو السجاد يعظمنا ويبكينا. هنا زينب عندها سؤالين، ها توجهوا، عندها سؤالين. السؤال الاول سألت اهل كربلاء، يا اهل كربلاء عرفت الحسين بلا غسل ولا كفن، ادفنتوا اخويا الحسين يا لا؟ يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها؟ ما حال جثة ميت في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. جاء الجواب سيدتي زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رده. السؤال الثاني عند زينب، يقول الراوي اكبت زينب على قبر اخيها الحسين وهي تحمل تحت ردائها شيئا لا نعلمه. الجايبة صوغ للحسين، شنو هديتها؟ كشفت الرداء واذا هو رأس المظلوم ابي عبد الله. تقول له راسك يا خويا تحيرت بيه، ادفنا بقبرك يا خلي يا اخذ الجدك
وراوي واحتجر علينا وبكي. ابا عبد الله، ابا عبد الله، اقعد وشوف. انا كنت على عهد ترى، اوقفت في وجه يزيد، اوقفت في وجه ابن زياد، كنت على العهد ابا عبد الله، وحافظت على عيالك كلهم. اقعد وشوف عيالك جبتهم كلهم جبتهم، بس المعذرة الى الله واليك اذا ما شفت رقية بين عيالك، لاني دفنت رقية في الشام. زينب يا خويا من حفتها للشام دولبها وكتها، والساعة جت يلدللتها تقلك ترى عيالك جبتها. وعلى طفلتك، وعلى طفلتك لو ناشدتها بالشام ماتت ودفنتها. زينب تنادي على قبر حسين دلو، زينب تنادي على قبر حسين دلون، اشكي لحالي وخبر اسود، وخبر اسود تون. خويا ابا عبد الله، هاي المروه يا حسين، هاي المروه، هاي المروه يا حسين، هاي المروه. ترضى انسبي وتتفرج علي الناس، هاي المروه. شتفوني قوه يا حسين، شتفوني قوه، تقعد يا خويا وعاين بتوني سود. هاي المروه، هاي المروه. ماذا اقول اذا التقيت بشامة اللي سبيت واخوتي بعزائي. يا الله. اقرأوا هذا الدعاء للامام الحجة معي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ادعوا لأخينا العزيز، ادعوا له. أما يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على أخينا العزيز بالشفاء العاجل يا الله، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بالشفاء العاجل الشامل الكامل. مجلسنا غدا إن شاء الله 10 كلها إن شاء الله 8:30 نقرأ إن شاء الله. يعني الليلة صدفة قرأنا بالمحمد وجينا اتأخرنا. بكرة إن شاء الله 8:30 مجلسنا 8:30. المؤسسون لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك. إلى أمواتهم وأموات السامعين والسامعات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله يسعدك. الله يسعدك.
الله يعطيك العافية.